قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم إلغاء الأحكام التي أصدرتها لجنة الانضباط بحق الناخب الوطني وليد الركراكي. وألغت لجنة الاستئناف بعد توصلها بدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة التوقيف التي تم إصدارها في حق وليد الركراكي إلى جانب إلغاء الغرامات التي فرضت عليه. وبموجب هذا القرار سيكون قائد أسود الأطلس حاضرا على دكة الاحتياط في مباراة جنوب إفريقيا المقررة يوم الثلاثاء القادم لحساب ثمن نهائي كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. ماذا حدث؟ الاتحاد الافريقي من شويه اعلن الغاء عقوبه وليد الركراكي، وهوب الدنيا اتشقلبت، هوب الحق، هوب فوزي الاقجع يحكم، هوب احنا طلعنا فاهمينهم عشان تصدق انك بتطبل لهم، عشان تصدق ما اعرفش ايه، عشان تصدق ان هم بيكولسوا. يا خراب يا جماعه، هو للدرجات الامور مش واضحه بجد؟ والله انا مش عارف، ما علينا يعني. وارد تكون مش واضحه، ولكن انا اشك انها مش واضحه لان الموضوع شرح نفسه. وليد الركراكي بعد الاحداث بتاعت مباراه الكونغو الاتحاد الافريقي نزل عليه عقوبه. حلو الكلام. بايه؟ بمباراتين ايقاف زائد ايه؟ مباراتين كمان ايقاف، ولكن مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه مع ايقاف التنفيذ؟ يعني لو في مخالفه ثانيه يتحكم، ويبقى ساعتها الماتشين القدام دول اللي واخد ايقاف يبتدوا يظهروا تاني ويتطبقوا. جميل. قامت الجامعه الملكيه لكره القدم الموقره راحت عملت استئناف، بشرح لك واحده واحده اهو. جميل. قام على طول الاتحاد الافريقي تابع الاستئناف وقام موافق على الاستئناف وخفض العقوبه من مباراتين لمباراه. جميل الكلام. بيقول لك بقى ايه؟ ما احنا فتحنا عينينا لقينا الاتحاد الافريقي لغى العقوبه. ما لغاهاش، ما لغاهاش يا انسان، ما لغاهاش يا بني ادم، ما لغاهاش يا حبيبي، والله كده ما اتلغت. هو لما يتحكم بعقوبه مباراه يبقى من ماتش المنتخب المغربي اللي فات مع منتخب زامبيا، مين اللي قاده؟ يجي يقول لك وليد الركراكي ما كانش قاعد على الدكه. طب ما انت متابع اهو. يعني اذا وليد الركراكي ما حضرش مباراه المغرب وزامبيا، مش محتاجه، هي مش لوغاريتمات والله، هي شرحه نفسها، ما هو ما حضرش الماتش. يبقى اذا هذه هي المباراه اللي قادها رشيد بن محمود. يبقى الراجل لما جه قاد هذه المباراه ووليد الركراكي ما حضرش هذه المباراه، هي دي العقوبه اللي اتطبقت على وليد الركراكي. عاملين قلق ليه وبتيجي تقولوا الاتحاد الافريقي لغى العقوبه؟ كده ما لغاهاش، هي كده العقوبه تم تنفيذها. ولكن هي الصيغه بتاعت العناوين الاخباريه هي اللي غريبه. يقول لك الاتحاد الافريقي لغى العقوبه وما لغاهاش، هي العقوبه اتطبقت وخلصت. رضخ ليها وليد الركراكي وهي عقوبه مباراه بعد الاستئناف، وكمان مباراه اخرى مع ايقاف التنفيذ وهي المباراه بتاعت زامبيا. يبقى اذا وليد الركراكي طبق العقوبه ولا ما طبقهاش؟ طب ما انت رديت اهو. يبقى اذا يحضر مباراه البافانا مع جنوب افريقيا ولا ما يحضرش؟ يحضر اهو. امال في ايه يا اخوانا؟ يا جماعه عشان المراره تعبانه والواحد والله انا اضطريت اطلع اقول الفيديو القصير دوت، لاني انا عمال يجي لي رسائل كاني انا اللي منزل العقوبه وكان انا اللي لغيتها. حقيقي والله كان انا اللي لغيتها ومش هتعرف ترد. انا مالي يا حبيبي؟ انا مالي يا بابا؟ هو انا الاتحاد الافريقي يا ابني؟ وفي نفس الوقت انت جاي انا تقول لي وتهاجمني انا بالكلام الغريب ده وانت مش فاهم تفسير هذا القرار. المغاربه لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض. وسلم. ما تقلقوش يا ولاد، الجماعة بقى بتوع جنوب أفريقيا كل واحد يا ابني يخلي باله من اللي غليغه جاي لكم الرجراجي. شفت يا متسبي؟ طب ما كمل أول، ما كمل اول يا ابن النشفه. ما انت عارف ان هو الراجل ما عملش حاجه، بتعمل ليه تحرج نفسك؟ ليه والجامعه الملكيه المغربيه تاخد حقها بدراعها؟ ليه ما انت عارف انت حمار من الاول والراجل ما عملش حاجه. وبعدين انا بسال دلوقتي، انت يا ابني اديتوا عقوبه للرجراجي وبعدين لغيتوها، ولما لغيتوهاش دليل ان انتوا لغيتوها اذا الراجل ما عملش حاجه، صح؟ طب فين عقوبه الواد الثاني؟ الواد مبيمبا، الواد مبومبا ولا مبيمبا ولا خيبه، الواد الثاني بتاع الكونغو، فين العقوبه بتاعته؟ يعني انتوا طلعتوا عقوبه على الرجراجي ولغيتوها لان انتوا طبعا شويه حمير عارفين الراجل ما عملش حاجه. طيب فين عقوبه مبيمبا؟ انا عايز اعرف دلوقتي، ادور على عقوبه في جيب ام اسماعيل. يعني فين عقوبه مبيمبا يا ابني؟ طيب ماشي يا متسب، ماشي، اقعد زود في ذنوبك، زود في ذنوبك. دلوقتي بقى يا جماعه بص يا كابتن وليد، انت المفروض انت اصلا لازم تكون، اصل مباراه جنوب افريقيا دي من المباريات المنيله.
أخرتين يعني مع وقف التنفيذ العقوبة المادية. ربما لما تكون هناك عقوبة في موضوع يعني بهذه الحساسية اللي فيها يعني التلفظ أو تهمة التلفظ بعبارات عنصرية، هذا هو اللي ربما يشمئز الناس، لأن في الأخير تم الحكم على وليد ما عرفناش علاش، واش اقروا بشي حاجه ولا لم يقروا، ما عرفناش كذلك ما يخص كذلك لاعب بيلبا. هذا هو المضحك في الموضوع، لان صوره كاريكاتوريه. اليوم مصداقيه الاتحاد الافريقي ضربت في العمق وفي الصميم، لان لا يمكن ان تستعجل وتصدر قرار ثم بعد ذلك تلغيه. في نهايه المطاف كل هذا الشيء اللي شاهدناه والذي تحسر عليه وليد ركراكي، وقد صوره سيئه قدمناها، ليس هناك اي مذنب. هادشي كله رايناه، وليس هناك شخص عوقب. مع الشخص الذي عاقبناه اتضح لنا اننا عاقبناه خطا وبرأناه. اليوم من المذنب في كل هذا الشيء؟ هذا اذا لم يكن هناك عقوبات فسيفتح الباب امام تكرار سيناريوهات مماثله في افريقيا. وهذا اذا كانت اللجنه التأديبيه اخذت القرار وضربته لجنة الاستئناف، فهذا يعني أن هناك خلل ما، هناك حلقة مفقودة لم ينتبهها لا في اللجنة التأديبية ولا في لجنة الاستئناف ولا في التلفزيون ولا أي شخص آخر. الكل أقر بمسؤوليته في أن هذه الصور يجب أن تختفي. نعم. كان هناك إجماع، فجأة كأن لم يحدث شيئا. لا، أنا فقط للاستيضاح. أنا معك خالد في كل مدى جائلة، ولكن الاستيضاح ما تأسست عليه اللجنة التأديبية وهي تحت وقع هذاك الأحداث التي سادت، يعني بشكل قد يكون مستعجل، بالنظر إلى أن هذه الاحتكاكات صدرت صورة مشينة جدا، وكأن أرادت أن تضرب بقوة في ذيك اللحظة نفسها، ولكن من دون العودة إلى القرائن، من دون التحقق فيما حدث. لجنة الاستئناف تأخذ وقتها كاملا، لأن التهم خطيرة. لا، وهذا يقع وأنا لست برجل قانون ولا ضالع في القانون مثل القانونيين أو المحامون، ولكن أتصور أن حدثت في مناسبات كثيرة أن لجنة الاستئناف أخذت وقتها كاملا في تحديد الوقائع والضالعين في الأحكام، وبالتالي كان من السهل عليها أن تحكم بدماء باردة وبالعودة إلى الوقائع، كما لم تفعل لغايه الاسف اللجنه التاديبيه التي كانت متسرعه. اذا كان هناك تسرع كما يعني قال خالد وبدر الدين، يعني وتخبط كذلك من طرف الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، خصوصا تسرع وسند ضعيف، ضعيف لان صوره من غير صوت تتبان على انها نهايه مباراه عاديه في ضمن التشنج اللي عرفته الدقائق الاخيره، ومحاوله من وليد يعني انه يطوي الصفحه، لانه النيه كانت باينه على انه المصافحه كانت رده فعل ديال اللاعب لكن بدون صوت، وخصوصا انه اللاعب ايضا رفض انه يعني يوضح ماهيه الكلمات ونوعيه الكلمات ونوعيه السرد ايضا عند وليد، واللي تيعرف وليد والنشأة ديالو والبيئه اللي كبر فيها غير من اتى بكلمه ايحاءات عنصريه. اذا كان اللاعب